الحاجة التانية بقى اللي كانت غريبة جدا هو احتفال لاعبي نادي بيراميدز بالتتويج بالدوري امبارح. يعني هم احتفلوا امبارح بعد الماتش. حلو. منصة كورة بلس قالت ان هم بيحتفلوا بالدوري لان هم واثقين من موقفهم وواثقين ان في الاخر الماتش هيبقى بتاعهم مش بتاع النادي الاهلي، وان هم اكيد هيفوزوا بالدوري ببطولة الدوري، وان خلاص يعني الثلاث نقط هتخصموا من النادي الاهلي وبيراميدز هيعتبر اللي هو الفائز بالدوري المصري. بالنسبة بقى لمنصة في الجول اون سبورت، يعني كوره بلس قالت ان هم بيحتفلوا بالدوري، اون سبورت قالت ان هم بيحتفلوا بانتهاء موسم طويل وموسم شاق، وان هم وصلوا لابعد مكان ممكن في الدوري، وان هم كمان وصلوا لابعد مكان ممكن في بطولة افريقيا، ووصلوا لابعد مكان ممكن في بطولة الكاس. فيعني هم جامدين جدا ووصلوا لكل النهائيات واجمد فرقة في الايجيبشن ليج. طبعا الموضوع يعني كان مضحك جدا وكوميدي جدا ويزعلك على حال الكرة المصرية. ما انتش فاهم، يعني انت ما انتش فاهم ايه ده، هو إيه اللي بيحصل ده وليه بيحصل كده وايه المبرر ان يحصل كده. فلنا الله.